مسألة يسقساو عليها الناس ثاني، جماعة سواء سوبيرات ولا الكوسميتيك، يجيو الشعب تاعنا واش يدير؟ يروح يجرب له هذيك الديودورون ولا الريحة ولا المسك، ياخذ قارورة مسك يفتحها يبدا يجرب، هو مش مليحة عيانة، يجبد الأخرى. هذيك الكمية اللي مسحتها هذيك وما شريتش، أنا نجي نجرب شوية، يجي نور يجرب شوية، يجي الأخ يجرب شوية، يجي الحاج يجرب شوية، يجي القارورة هذيك تولي فيها نص، ما تباعش هذيك، راك ديت حاجة مش حقك. أنا شخصيا نفتح ديودورون نشم البوشون هذاك، إلا قدرت نشم، سينو نسقسي مول الشيء واش رايك فيها مليحة كذا، يجي يقول لك لا 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 ما تجربش، من غير المعقول، لأن هي فيها كمية محدودة، لما نجربوها 50 مرات يولي نص القرعة، فحينئذ راح تحرج صاحب المحل، فتجنب هذا الأمر. كاين واحد الحل نقترحوه على أصحاب محلات شفناه في السعودية، وش يديروا اللي راحوا يشوفوا سيرتو في الأبراج وكذا، كل نوع يدير منه إيشانتيون عينة، كي تجي فايت هو اللي يقول لك روح شوف رشك شويه، يقول لك مليح تشري منه، يعطيك واحدة جديدة، على بالك تقول لي هذه كلفني، المهم نقول لك هذا حل شرعي. لما تكون انت عندك مثلا سيزيام سونس ولا داكار ولا كذا ولا حوايج، احنا نهضروا على المستوى كذا، كي اللي يعرفوا مستويات عاليه هذيك ولا سوفاج متوحش ديرها تولي. فلما تكون عندي واحده مفتوحه تجي تقول لي كيفاش الرائحه نتاع هذا الديودورون، تقول لي ارواح، فانا رضيت حطيتها عينه، مي هذا اللي يعود عنده بزاف كميه، بصح السوبيرة تلقاه داير 4 قرع، بالك مثال عن كل نوع، لو كان تجرب له نوع مرة واحدة راح نعتبروه باع لي، أنا اللي جيت موراك راح باع لي قرعة ناقصة، أنا ما نقبلش نشتري قرعة ناقصة. إذا ثاني كما ما نرضاش لنفسي ما نرضاش للزبون اللي يجي بعدي. وكاين اللي بالغوا بكل صراحة، مش قال هكذا شوية بركة يدوش بها ويخليها له ما عجبتنيش، مي هذا أكل لأموال الناس بالباطل، وربما يعرفك يحشم منك، وربما ما يعرفكش، ربما يصرى بيناتكم مناوشات. إذن أنا نشوف بلي هذا أمور لابد أن تؤخذ بعين الاعتبار، لأن لها علاقة بالحلال والحرام وبأكل أموال الناس بالباطل.